طيب، عايز اقول لحضراتكم ان محمد الشناوي النهارده عقوبته بتنزل من 4 مباريات الى مباراتين في لجنه التظلمات، والنادي الاهلي قدم رسمي واتحاد الكوره احال الموضوع الى اللجنه اللي اخذت قرارها بتخفيض العقوبه. في النهايه مش ده الموضوع ان الشناوي يلحق يرجع، يلحق يجهز نفسه، يلحق يحضر نفسه لكأس العالم، وهي دي المهمه الاهم والمهمه. ليه يجهز نفسه للمونديال؟ يعني ليه بجد انا عايز افهم. يعني 2 حراس من نفس الفريق، ليه الشناوي لازم يبقى موجود في قائمة المنتخب؟ ليه بجد والله؟ يعني مصطفى شوبير موجود خلاص، خلصنا. اقفل ملف الحراس في الاهلي وشوف بقى باقي الدوري. في حراس تستاهل، في حراس كويسة، في حراس جيدة، في حراس يعني ياخدوا الفرصه يا جماعه، ياخدوا الفرصه. كفايه شناوي، كفايه شناوي، ده في الاهلي ما بيلعبش. هو ومصطفى شوبير كمان بيخش فيهم جوان كتير جدا في الدوري، ولحد دلوقتي فريقهم الثالث في الدوري. تاخد منهم 2 حراس، 2 حراس ليه؟ خلاص مصطفى شوبير، شوف بقى المهدي سليمان، ولا شوف هتاخد عواد الفتره الجايه، ولا شوف هتاخد مين، وخد حارس ثالث، او عايز تزود رابع خد من الدوري. مش لازم بقى الشناوي جاهز نفسه، والله العظيم ما لازم. كده العقوبه لما اتخفضت انا ما اتكلمتش عليها، لان انا كنت متاكد ان العقوبه كده هتتخفض، زي ما حصل قبل كده من 3 سنين برضه على الشناوي. فانا مش هعلق على موضوع ان العقوبه تتخفض او ما تتخفضش، لكن عشان يلحق المونديال. ليه يلحق المونديال؟